مساء الخير. طبعا الواحد زهق كل يوم من اكل الفول على السحور. يلا نفاجئ احمد ونقول له ان احنا هننزل نتسحر بره. يا احمد، يا احمد، يلا بقى عشان ننزل نتسحر. عايزة تسحر فين؟ في الحسين، في اي حته. يا ماشي هناكل فول معاك. برضو، بس هناكل بقى فول بطريقه جديده، يعني مثلا ممكن ناكل فول بالسجق. طب وليه مثلا ندفع فلوس قد كده عشان نعمل طبق فول، نجيب طبق فول بالسجق مثلا احنا نعمله في البيت بتكلفة قليلة. تغيير، ما الواحد زهق من الفول كل يوم. بس مش هياخد مننا وقت، يعني هو 5 دقايق بس، مش كتير وهنعمله. ايه طب رأيك؟ يلا نعمل. يلا بينا نعمل. توصل فيها شوية زيت على النار، هنحط بقى السجق بتاعنا. هو كده خلاص اتشوح بقى لونه ذهبي. هشيله بقى ونقطعه مع بعض هنحط بقى البصل في الزيت في مكان الزيت اللي احنا حاطينا فيه السجق. مطرح ما حمرنا السجق يعني. بالظبط كده. هي بصلايه واحده كفايه، على حسب بقى انتوا هتعملوا قد ايه وهتعملوا كميه قد ايه فول. انت هتحمره ولا تديله لون بس؟ لا انا هنشوحه بس، اول لما يدبل هحط عليه الفلفل. ننزل عليه بقى بالفلفل. شفت انا بساعدك ازاي؟ لا ما شاء الله عليك. نقلبه تقلبتين كده، وهنزل عليهم بالسجق اللي متقطع. لو كنا قطعناه ني كان هيتفرول مننا وكان هيتبهدل. شوحنا بقى كل الحبشتكنات دي، هحط بقى الفول. لازم ندلع الفول بتاع السحور كده، فاهم؟ الواحد اصلا زهق من كتر اكل الفول. هو الواحد زهق اصلا من السحور عامة. نقلب كده. الفول بالسجق غالي جدا بره، يعني لو رحتوا مطعم او رحتوا كلتوا بره غالي جدا. فليه ناكله غالي واحنا ممكن نعمله في البيت بتكلفة قليلة قوي، يعني مش هتاخد مننا وقت، وكمان تكلفته مش هتبقى عالية. هبتدي بقى احط بقى الملح. الملح على حسب بقى ما انتوا عايزين. انا هرش كده شوية ملح. خلي بالك عشان السجق بيبقى حلو. طب كويس ان دهاني قالت معلومة مفيدة يعني. بعد ما حطيت الملح. بعد ما حطينا الملح اصلا هحط بقى الفلفل الاسود. انا بحب احط الفلفل الاسود في اي حاجه، والمفروض الفول ما بيتحطش عليه فلفل اسود، بس انا بحط فلفل اسود. مش مهم من الكمون. هو ده بيتحط له ليمون؟ لا. وهقلبهم. حطوا بقى في الطاجن او القالب او اي حاجه انتوا هتحطوه فيها او هتفضوه فيها. انا مش هسيب اي حاجه في الطاسه. هنزل كل اللي في الطاسه ده. نفرده. ممكن نعمل هنا فتحه وهنا وهنا. يعني انت هتحط بيض عيون؟ اه. تحط 3 بيضات؟ 3 بيضات بقى على حسب بقى الانفار اللي هتاكل. ما كفايه بيضتين يا احمد، انت عارف البيض بكام؟ بكام البيض؟
معلش بقى، ما احنا بناكله بره غالي بقى. ثانية بس نعمل حفرة كمان. البيت ب 50 جنيه؟ ب5 جنيه. ب 5 جنيه اه. 50 جنيه ليه ان شاء الله؟ مش عارف، هدفعتها 50 الصراحة. هي قربت، ما تقلقش على 50 كده. ونعمل حفرة هنا كمان، عايزين نبين السجق كده عشان ايه؟ عشان الناس تعرف ان احنا عاملين فول بالسجق. لا، واللي احنا صارفينه مكلفين بقى. سلام بقى لو حد جاي معزوم عندكم على السحور وتعملوا له طاجن زي ده، هبتدي احطه في الفرن ولما يخرج هنوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. كده الطاجن طلع من الفرن، شكله حلو جدا. وكمان خد لون كده متحمر من على الوش، هو ده اللي احنا عايزينه. قطعنا عليه شرايح الفلفل من فوق بالظبط، للتزيين عشان يبقى شكله حلو. ممكن عايزين تحطوا في الوصفه طماطم، مكعبات طماطم حطوا لو بتحبوها، بس هي الوصفه دي ما بتحتاجش مكعبات من الطماطم، عشان انا ما بحبش الطماطم مع السجق ولا مع البيض. بالظبط كده. فاتمنى ان الوصفه بتاعتنا تعجبكم، ويا رب تجربوها وتقولوا لنا رايكم فيها، وتعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على قناه تعالى يا احمد سمير على اليوتيوب. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.